بعد ما وقفنا في المرة اللي فاتت عن الشيستوسوما، النهاردة هنكمل حاجة اسمها السيروتيك أسايتس. دي بتكون المرحلة الأخيرة في الغالب، أو المرحلة الشديدة قوي من حالة تدمر الكبد أو التليف بتاعه. سموها السيروزز. السيروزز هنا تحول الكبد أو الخلايا إلى خلايا ليفية، فبتفقد الفانكشن بتاعها أو الوظيفة، بحيث إن هي معادش بيدي فيها أي تأثير أو لها أي لازمة. بيقول إن الأسايتس is a manifestation of deteriorating liver function in patient with liver cirrhosis. إن هي تدهور خلاص لوظائف الكبد وشكرا، خاصة في الناس اللي عندهم تليف. فبتكون بالتبعية حاجة اسمها الأسايتس. إيه السيمتومز بتاعتها؟ ولكن هي steady increase in the abdomen size. إزاي؟ إن المساحة أو حجم البطن بتاع المريض تلاقيها بتزيد بانتظام، كل يوم بتزيد نتيجة تراكم السوائل. وقلنا اللي كان بيحافظ على الضغط بتاعنا، الضغط الداخلي، هو كان الألبومين خلاص هنا خلاص فقدناه. فبالتالي أصبح إن الزيادة مستمرة أو مش شغالة، لأن هي المية السوائل والحاجات دي بتزيد في الجسم والجسم مش قادر يتخلص منها. بيقول لك maybe accompanied by swelling in the feet. ودي بتحصل كتير في المرضى ونشوفهم لو دخلنا مستشفيات أو تعرضنا هذه المشكلة. The patient may complain of fatigue and difficulty of breathing due to abdominal pressure on its diaphragm. فبإن السوائل دي بتتراكم في البطن، فالبطن يعني طبيعي تحتها الحجاب الحاجز أو موجود الحجاب الحاجز، بتضغط على فوقها الحجاب الحاجز، بتضغط على منطقة الرئتين، فمش قادر يطلع أو مبقاش قادر ياخد نفسه، وكأن حاجة طابقة على صدره أو على نفسه. The patient may complain of loss of appetite. البيشنت بعد كده بيفقد الشهية تماما and early satiety، أو لو كان بياكل كميات صغيرة with a feeling of fullness على طول، يعني مش قادر ياكل لأن في حاجة برضو كابسة على النفس، عامل زي الحوامل كده. بطنها كبيرة فمش قادرة أي لقمة صغيرة تخش المعدة مش قادرة تتمدد أو مش قادرة تاخد حجمها الطبيعي، فبتشبع بسرعة. and indigestion. مش كفاية كده بس، لا، أنا والحاجة اللي بياكلها مش بتتهضم أو مش قادر يستفيد منها. protrusion of umbilicus اللي هي السرة outward and in severe cases may be rupture. السرة بتاعته ممكن يحصل rupture، وبتكون سبب إن هي تسرب السوائل، وقد تضطر إن احنا نعمل عملية ترقيع أو surgical intervention. congestion and protrusion of abdominal wall vein. من كتر الضغط الداخلي، الفينز اللي موجودة في الوول بتاع الابدومينال بتاعنا بتطلع لبره، وappearing as a tortoise، بتبدأ كأنها عاملة زي حاجة متعرجة. tortoise tube on abdominal examination، فبتكون علامة واضحة وصريحة في التشخيص. كيف يكون العلاج بتاعنا؟ العلاج بداية، عشان مش عايزين نزود الطين بلة، إن السولت بياخد معاه مية، وكده كده عندنا سوائل مية كتير، فالمية هتتحبس بزيادة في البطن، فمش عايزين نعملها. فبقولك restrict salt completely from all types of the food. قدر الإمكان مش بنديله أي حاجات فيها أملاح. use diuretics إمتى؟ عشان أحاول أتخلص من المية الزيادة اللي موجودة. Monitor the patient weight and the response to diuretics is known from the steady decrease in the patient weight. فأنا بديله diuretics ولكن مش بديها له خلاص، لا، بتابع مع الوزن بشوفه بينزل ولا لا. In addition of appearance of foot swelling and reduction of abdominal size. فأنا بتابعه وبشوف حاجتين، أشوف إن رجليه هتبدأ الورم اللي فيها يقل، وحجم أو الانتفاخ بتاع البطن هيقل. الكومبليكيشنز بتاعتنا: the pressure of ascites on the abdomen may lead to serious pathological condition. إن هو ممكن يؤدي إلى حاجات خطيرة جدا زي spontaneous bacterial peritonitis، إن البكتيريا بتحب المية، والمية هنا والسوائل وسط مناسب لنا، فالبكتيريا حتى الموجودة في الأمعاء والحاجات دي ممكن تتكاثر وتنتشر وتعمل مشاكل أخرى. refractory ascites presence of ascites are unresponsible to treatment. في بعض الأسايتس أو الاستسقاء مش بتستجيب للعلاجات زي ما احنا قلنا في الدايوريتكس. هيباتورينال سيندروم بتكون حاجة الكبد خلاص بريح، فالحمل على الكلية، فشوية شوية شوية الكلية بتاعتنا بتبدأ تبوظ، فيحصل disturbance in kidney function. هبات كوما، ودي المرحلة اللي بعد الأسايتس بشوية ما تكون متقدمة، ده بيسموها الانسيفالوباثي. الانسيفالوباثي متعلقة بالدماغ شوية، إن يحصل تسمم أو يحصل مشاكل في الدماغ نفسه فبيبدأ يتدمر. لك hepatic coma is one of the most dangerous complication of deteriorating liver function.
and result from dysfunction in the higher brain centers and due to deteriorating liver function. مش كفاية الكبد باظ، لأ كمان طلعت على المخ بوظته. hepatic coma occurs in liver patient suffering from. تحصل امتى؟ الناس اللي عندهم acute hepatic failure، الهبات يعني في مراحل أولى أو المرحلة الدنيا يعني الحاجة شديدة قوي، أو الناس اللي عندهم chronic hepatic insufficiency اللي هو خلاص الكبد مريح وخلاص شكرا كده معادش بيأدي أي وظيفة، فبيحصل معانا الهيباتيك كوم. يبقى كده كام حاجة؟ اتنين: acute hepatic failure، التانية chronic hepatic insufficiency. من ضمن النقط اللي هندرسها هيباتيك كوما in case of acute hepatic failure، اللي هي أول حتة بقى نقول فيها بتيجي من إيه؟ من الرابد أو الأكيوت severe deterioration في الليفر فانكشن، يعني الكبد بيبوظ بسرعة أو الوظائف بتاعته بتنمحل أو بتقل بسرعة. إيه السيمتومز اللي هنشوفها على المريض؟ processing the patient entering to a coma may be state of agitation. في الأول يبدأ كده متوتر وقلقان، وبعد كده متعصب، وبعد كده يبدأ عصبي وشديد أوي مش طايق أي حد، ثم بعد كده ينزل لمرحلة النوم natural sleeping due to patient response to external stimuli، ممكن بعد كده يستجيب further liver function، يعني بعد كده يبدأ خلاص في الكوما مش مستجيب لحاجة. يبقى الأول قلقان ومتوتر ومتعصب وعنيف، وبعد كده ينام في النوم بتاعه ممكن تقومه ويفوق، وبعد كده نومه يكمل ما يقومش خالص. الناس اللي عندهم الليفر ايه تعبان. طب ايه التريتمنت بتاعنا؟ يعني دايركت كده وعلى طول الشخص ده محتاج يدخل العناية. the patient need an intensive medical care، إن هو محتاج يدخل عناية. In some cases، في بعض الأحيان patient may need to liver transplant from a living donor، أحتاج أعمل له زرع كبد. طيب وبعدين في بعض الحالات الأخرى ممكن نعمل kidney dialysis، whereas liver dialysis machine is used for performance. زي ما بنعمل غسيل كلى، فبنعمل غسيل الكبد قدر الإمكان في بعض الأحيان لحد ما الحالة تتحسن. ده إمتى؟ لو أنا عندنا acute liver function. The treatment line is expensive and not widely used available أو worldwide. الحاجة دي اللي هي الليفر داياليسيس ده أو الليفر داياليسيس ماشين مش متاحة قوي لأنها غالية ومكلفة وبرضه صعبة شوية. تاني حالة قلنا عنها الهيباتوكوما. الجزء التاني بتاعها اللي هي chronic hepatic failure، اللي هو الشخص خلاص بقى continuous deterioration، الكبد بيبوظ شوية بشوية. ويقولك there is maybe external factors that contribute to its occurrence. اللي هي أول حاجة يقولك إن لو الشخص مثلا عنده infectious disease في ال respiratory وفي ال urinary system أو البريتونيال ممبرين فيه مشكلة، دي كلها جاية من عوامل خارجية. أو في bleeding من الأسوفاجس أو الجاستريك varices اللي هو عنده دوالي في المريء أو دوالي في المعدة، أو في نزيف من الجاستريك ألسر زي ما شرحنا زمان مشاكل الجاستريك ألسر، أو في اوفر يوز الشخص استخدام زيادة الدايوريتكس زي ما قلنا فوق في ريفراكتوري. هنا بقى في اوفر يوز، في مشاكل في زيادة الاستخدام. رابع حاجة extensive drainage of peritoneal fluid، إن البروتينيال فلويد بتاعنا بتنزل بصورة كبيرة، فده مش كويس برضو. excessive protein intake، البروتين مشكلته هنا إن هو بيعمل تسمم أكتر أو بيتخزن ومش بينزل، أو إن الشخص عنده severe constipation أو diarrhea، أو بيستخدم sedative or hypnotic diuretic. دي كلها مشاكل نتيجة الكرونيك هيباتيك فيلير. ايه السيمتومز اللي بتظهر معانا؟ أول حاجة الفيرست ستيج أو البري كوما، بيقولك there is no accompanying disturbance في البيشنت نفسه، وبالتالي ممكن يحصل الشخص فيه أو إن الشخص بتحصل للشخص نفسه بيقلق بسرعة، easily irritated nervousness behaving like children، بتعمل زي الأطفال، extreme happiness or extreme sadness frequent forgetfulness، بينسى بسرعة. كل دي أعراض. بعد كده يحصل له مشاكل في النوم، في الأول انسومنيا، وبعد كده ينام طول اليوم أو مينامش بالليل وهكذا. وبعد كده بيقولك upon examination بنلاقي إن الهاندز بتاعت
الpatient نفسه بتبدأ يحصل hand tremors. distinctive mouth odor اللي بيسموه الفيتور هيباتيكس، ريحة فم مريض الكبد مميزة. change in patient voice with slow speech، صوته بيتغير ويبدأ يتكلم بشويش أو بالراحة. A coma stage may be not reached if the patient response to treatment في المرحلة اللي فاتت ممكن منوصلهاش، دي بتكون gradual deterioration على عكس الأكيوت فوق كانت بتحصل بسرعة. starting إن المريض بيبدأ loss of sense of place، مش عارف المكان ولا الوقت. and inability to recognize people، اللي هو مش قادرين يتعاملوا مع الناس أو مش قادر يعرف مين ده. and even identify themselves، مش قادر يتعرف عليهم ولا يعرفهم مين. وشوية شوية يحصل فيه مايلد كوما وأكنه نايم عادي، وبعد كده تتطور إلى ديب كوما، إن هو الشخص خلاص دخل في غيبوبة عميقة. التريتمنت هنا تبدأ في أي مرحلة، يعني أنت في الأول لازم نوقف البروتين، خاصة الأنيمال البروتين بتاعته، وبعد كده نوقف الدايوريتكس على لو كانت هي السبب. نستخدم اللاكتيلوز شراب، هنا علاجه موضعي، بنحاول نقلل أو نقلل نمو البكتيريا عشان ما تعملش انسيفالوباثي، اللي هو اعتلال في الدماغ أو تدمر في الدماغ. administration of neomycin، دينونيومايسين ده حاجة مضاد حيوي بيشتغل موضعي. performing repeating enema while observing الستول قدر، عشان قدر الإمكان نحاول نتخلص من السوائل أو الإمساك أو حتى من السموم المحبوسة. using antibiotics، حاجة تموت البكتيريا، لأن احنا قلنا بتحصل spontaneous bacterial infection، فده مش مطلوب. performing endoscopy، بنعمل منظار في بعض الأحيان عشان ندخل الأسوفيجاس أو الاستومك لو في بلد أو في bleeding. where they are injected or ligated، ساعات المريض بيضطر يعمل ربط كل شوية أو بيعمل حقن لمواد كاوية بحيث إن هي ما تقفل الفيريسز أو الدوالي دي. in case of severe coma the patient need to enter intensive care، الشخص لو دخل في كوما خلاص بقى لازم تدخله العناية. if the patient if improve they may be evaluated for a liver، خلاص لو بيتحسن ممكن يعمله liver transplant، اللي هو وظيفه الحيوية خلاص بتفوق أو بيستجيب ليك، ممكن تعمل له نقل أو زراعة كبد من living donor. وبكده نكون خلصنا الجزء بتاع الليفر ومشاكله وكل حاجة فيه. يا رب يكون سهل وبسيط.